شفت الفيديو اللي بتكلم فيه عن موديل فليكس على الفوتوشوب، فاكيد طبعا ناس كتير زعلت وناس كتير اتضايقت ان الموضوع بليميت معين ولازم بقى تضيف سكريبت ومش عارف ايه والحاجات دي كلها عشان تبدا تشتغل او تستخدم موديل فليكس على الفوتوشوب. كان الموضوع معقد شويه ولكن كان بيشتغل. انما دلوقتي بقى يا صديقي كل حاجه بقت على الفوتوشوب حرفيا، موديل فليكس والنانو بنانا اللي نزلت مؤخرا على الفوتوشوب البيتا. انسى الفيديو اللي انا نزلته مؤخرا، او لو عايز تشوفه ادخل شوفه برضه عادي مش هتفرق. ولكن تعال نشوف بقى الكلام ده هنا على ايه. الموضوع فعلا اختلف تماما. انسى خالص موضوع الليميت او انك يكون ليك كريدت او عدد معين من التعديلات. الموضوع بقى مفتوح معاك خلاص، ولكن بشرط انك تكون مشترك في حزمه ادوبي. هنشوف ده طبعا مع بعض دلوقتي على الفوتوشوب، وهنقارن بين النانو بنانا وهنقارن بين الموديلز اللي موجوده على الفوتوشوب. فمن غير ما اضيع وقتك حضر القهوه بتاعتك ويلا بينا نبدا في موضوع الفيديو على طول. وعلشان تحمل الفوتوشوب بنسخه البيتا هتيجي على الكرييتيف كلاود وهتختار ابس، هتضغط هنا على البيتا هتلاقي فوتوشوب النسخه البيتا. هتلاقي هنا كلمه انستول، ولكن عشان انا منزله فبيقول لك اوبن على طول. هتضغط انستول او لو هو عندك اعمل ابجريد حدثه يعني تمام. هتعمل ايه سيلكت عشان يظهر معاك البار ده، وهتضغط على جنريتيف فيل. هيظهر معاك هنا الايكون دي اللي هي الفري فلاي، هتضغط عليها هتلاقي هنا الموديل بتاعت فوتوشوب اللي هي فري فلاي ايمج 3 وفري فلاي ايمج 1. وهتلاقي كمان البارتنر موديلز زي فلوكس برو وجيميناي نانو بنانا. فاحنا هنسيب كل ده وهنختار النانو بنانا لان طبعا ده اللي عاملين عليه الفيديو مخصوص. ودي صوره اوتيل زي ما انت شايف كده. عاوزين نغير ملامحها خالص، عاوز اغير الزاويه بتاعتها زي ما انت شايف كده، هي لو انجل برسبكتيف. عاوزين نخليها بمستوى العين، هنغير فيها شويه حاجات كده وهنخليها بدل ما هي بالليل كده نخليها بالنهار. فتعال نجرب كده. اول حاجه خالص، فاول حاجه هعملها دلوقتي هخلي الزاويه بمستوى العين. فهعمل سيلكت كده علشان البار يظهر معايا تحت هنا كده، واضغط جنريت واضيف له البرومت واقول له جنريت، ونستنى ونشوف النتيجه عامله ازاي. وطبعا هجرب على اكتر من موديل او على الموديلات اللي موجوده هنا علشان نقارن بينهم ونشوف ايه الافضل. ولكن انا اعتقد ان النانو بنانا هيبقى افضل حاجه فيهم بصراحه. طيب زي ما انت شايف كده هو ما جابهاش زي ما انا عايز تمام، ولكن جايبها بزاويه مختلفه تماما وبنفس التفاصيل. حتى لو لاحظت هنا الصوره الاولانيه هتلاقي هنا مثلا المصباح والاضاءه دي نفس الكلام برضو موجوده هنا. الافكت او الشكل الكلمه موجوده برضو هنا بالظبط. طيب نجرب موديل فلوكس مثلا ونشوف هتطلع لنا النتيجه عامله ازاي. نقول له جنريت كده ونشوف. طبعا مفيش مقارنه، يعني لو جينا نشوف الافضل بينهم ايه، ده مثلا فلوكس وده نانو بنانا، فطبعا نانو بنانا افضل بكتير. طبعا زي ما قلت لك لسه اضافه جديده فاكيد هتتطور مع الوقت وهنطلع اللي احنا عايزينه بالظبط. طيب احنا دلوقتي عايزين نخلي الصوره دي بالنهار. هكتب له برده البرومت هنا الصوره تكون بالنهار ونقول له جنريت ونشوف. طب والله جميله يعني بصراحه عجبتني، ده احسن من الصوره اللي فاتت. حتى انت لو ركزت هنا هتلاقي النيون او الاضاءه اللي كانت موجوده في الصوره الاولانيه هنا خلاص اتطفت تمام، ما عادش موجوده. نفس التفاصيل نفس كل حاجه بالظبط. فبصراحه لا ده عجبتني قوي، عجبتني عن الصوره دي. فالنتيجه دي بالنسبه لي افضل. حتى لو لاحظت في الصوره الاولانيه هتلاقي زي في سلك كده او حاجه معديه هنا كده، نفس الكلام برضه موجود. فانا لو عايز احذف السلك طبعا هعمل سيلكت عليها كده واحذفها. ولكن تعال اجرب على حاجه تانية. طيب الصوره دي انا عاوز احولها لجو ليلي، اعكس بقى الكلام. هعمل برضو سيلكت عليها تمام، واكتب له الوصف في البار هنا، واختار طبعا نانو بنانا واقول له جنريت ونستنى ونشوف النتيجه. طب انت دلوقتي رايك ايه في الكلام ده؟ انا شايف بصراحه ان هي حاجه خياليه جدا، ولكن هي مش طبيعي هنا ان الاضاءات مختلفه انواعها مختلفه. يعني مثلا هنا بنفسجي هنا لون سيان، فدي الغلطه اللي طلعت في الصوره. طب انا ممكن اعمل سيلكت تاني واغير البرومت واقول له مثلا يخليها بجو ليلي او بمود ليلي ويوحد الاضاءات كلها، واضغط جنريت ونشوف هتطلع لنا النتيجه عامله ازاي. انا اعتقد ده واقعيه اكتر، ولكن كشكل ده احلى بصراحه. طب انا هختار الصوره دي وهقول لك ليه دلوقتي. انا عاوز اخلي الصوره دي بانجل او بزاويه عاليه من فوق، اكن في درون مثلا بتصورها. فهكتب له الوصف هنا تمام وهقول له جنريت ونستنى ونشوف النتيجه. ده شغل سحر ده، زي ما انت شايف كده دلوقتي نفس التفاصيل بالظبط. يعني حتى الجزء اللي فوق ده نفس الجزء ده بالظبط. ولكن أنا لما قلت لك اختار الصوره دي كنت عشان اشوف هل الاضاءات دي هتبقى بنفس الشكل ولا لا. ولكن هنا مش بنفس الشكل خالص، هي بنفس شكل الصوره الاولانيه اللي هي دي. فانا لو هختار مثلا دي الصوره الاصليه دي بعد ما بقى الجو ليلي، ودي الصوره اللي بالزاويه العاليه تمام. فبالنسبه لي الى حد ما كويس. طيب انا هختار الصوره دي تاني واجرب نفس الكلام على موديل فلوكس ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي.
بصراحة مفيش وجه مقارنة خالص بين دي وبين دي. تمام، فالموضوع طبعا هنا الصورة طالعة معوقة خالص، يعني مش واقعية خالص بصراحة. طب نعمل سيلكت تاني كده على الصورة ونجرب موديل فري فلاي ونشوف هيطلع لنا النتيجة عاملة ازاي. انا زي ما بقول لك بعمل الكلام ده، بقارن الموديلات اللي موجودة دلوقتي علشان نشوف ايه افضل موديل نستخدمه. ده ضيع الصورة خالص، فكرني بجنريتيف فيل اول ما اتضافت على الفوتوشوب. فطبعا مفيش مقارنة يا جماعة. نانو بنانا افضل حاجة دلوقتي نزلت على الفوتوشوب او نزلت عموما، يعني بصراحة بتطلع صور جامدة. طب احنا ناخد مثال تاني عشان بس وقت الفيديو، نجرب حاجة مختلفة المرة دي. انا عاوز الراجل اللي يفتح عينيه في الصورة دي بدل ما هي مغمضة كده. تمام، فاعمل سيلكت عليها برضو كده، اكتب له البرومت هنا او الوصف اللي انا عاوزه يطلعه لي، واختار نانو بنانا وهقول له جنريت. يا رب ما يكسفناش بقى ويطلعها بشكل كويس. طب زي ما انت شايف كده، يعني نفس التفاصيل، نفس كل حاجة، نفس لون البشرة. يعني هو حتى كمان حدد لون العين بشكل الشخص نفسه، فمناسبة جدا. تحس ان الصورة فعلا مش ملعوب فيها ولا فيها اي ايديت خالص. طيب هعمل سيلكت تاني على شكل العينين وهجرب موديل فلوكس ونشوف هيطلع لنا النتيجة عاملة ازاي. طبعا مفيش وجه مقارنة خالص في الصورة. تمام، الصورة مش مظبوطة خالص، يعني انت هتشوف المقارنة بين دي وبين دي. لا لا لا، ده كده شغل عالي حلو كده قوي. فبالتالي نانو بنانا يكسب في الصوره دي كمان. طب ناخد مثال مختلف عن اللي فاتوا كلهم برضو ونشوف. ده منتج برفيوم، طبعا الناس اللي بتشتغل سوشيال ميديا ديزاينز والكلام ده هيتبسطوا جدا دلوقتي. انا لسه هجرب معاكم اول مره ونشوف برضو. طيب انا دلوقتي عاوز اخلي المنتج ده على شط البحر، يكون مثلا الجزء ده كده مدفون في قلب الرمله او مغروس في الرمل كده. فتعالى نجرب نكتب برومت كده كويس. فهعمل سيلكت على الصوره كلها مش على المنتج بس، لان انا بستهدف الصوره كلها مش بعمل تعديل معين في المنتج. واجي على ترانسليت، طبعا ده الكلام اللي انا كتبته. تمام، هاخده كوبي كده واجي هنا واعمل بيست واختار النانو بنانا واقول له جنريت. طبعا دلوقتي انت اكيد منبهر زيي، يعني بصراحه كل حاجه مظبوطه، يعني حتى التفاصيل اللي موجوده على الزجاجه دي نفسها بالظبط بالظبط، يعني مفيش اي اختلاف خالص. تمام، نفس اللون نفس كل حاجه. والجميل كمان هنا ان المنتج جاي بزاويه، فهتلاقي اللي جوه المنتج ماشي معاها، فهتلاقي الصوره كلها ماشيه مع بعضها. فبصراحه ده حاجه كويسه جدا. حتى شكل او لون الشادو مظبوط تماما، وانعكاس الاضاءه على المنتج برضو حاجه كويسه جدا. انا دلوقتي عملت التصميم سوشيال ميديا للعبوه او الزجاجه دي، فكمان عاوز اطبقه على مقاس بانر عشان لو هنضيفه على ويب سايت مثلا. تمام، فهعمل سيلكت برضو على الصوره كلها واضيف له نفس البرومت اللي ضفته في التصميم اللي فات، ونقول له جنريت برضو ونستنى ونشوف يطلع لنا نتيجه عامله ازاي. ودي النتيجة اللي ظهرت معايا، بصراحة جميلة جدا. تمام، انا عندي شوية اخطاء بس على الرمل هنا ولكن ممكن تتعدل عادي. فدلوقتي انت عملت المنتج بانر للويب سايت وكمان عملت تصميم سوشيال ميديا. طب تعالوا نغير الكلام خالص، وبدل ما يكون على شط البحر نخليه في قلب المايه نفسها. يعني نخليه في قلب المايه نفسها اكن مثلا الازازة نازلة من فوق كده. تمام، وحواليها فقاقيع او كلام من ده. هنحط برضو الوصف هنا ونقول له جنريت، ولكن المرة دي انا بجرب على موديل فلوكس. تمام، فهنشوف يطلع لنا النتيجة عاملة ازاي. طيب هي كويسه جدا بس مش واقعيه بصراحه، فهنسيب نفس البرومت زي ما هو، نختار النانو بنانا ونقول له جنريت تاني، او نعمل سيلكت الاول كده عشان ما ننساش نعمل سيلكت ونضيف الكلام هنا. لو لاحظت هتلاقي ان مفيش جنريت هنا بتيجي لان مفيش اي وصف مكتوب، ولكن لو اخترت اي موديل مثلا زي فري فلاي او كده هيشتغل معاك عادي. فخد بالك من الجزئيه دي. فانا هختار نانو بنانا تاني وهعمل بيست البرومت او الوصف اللي انا عاوزه واقول له جنريت تاني، واعتقد ان نانو بنانا هيطلع حاجه احسن بكتير. دي النتيجة اللي طلعت معانا، وحرفيا ده أحسن بكتير من النتيجة دي. تمام، دي مش واقعية زي ما قلت لك، دي بالنسبة لي أفضل وأحسن بكتير. زي ما أنت شايف الديتيلز أو التفاصيل اللي على المنتج مظبوطة جدا. تمام، حتى الانعكاس الإضاءة والشادو وكل حاجة. فبصراحة دي بالنسبة لي أفضل بكتير. فده موديل نانو بنانا وده موديل فلوكس. طب تعالى نعمل ديزاين للمنتج ده كمان. طبعا ده بيك شيبس بطعم الليمون، فأنا عاوز أخلي المنتج ده يكون حواليه او في اليمين والشمال مثلا هنا ليمون، وعلى ستاند او حاجه خشبيه كده واقف عليها. تمام، والشمس او الاضاءه جايه له من فوق او كده. فانا كتبت الكلام ده، انا هاخده كوبي وهعمل سيلكت على الصوره بالكامل، مش المنتج بس، على الصوره بالكامل، وهعمل بيست للبرومت وهقول له جنريت. طيب هي النتيجه دي مش عجباني بصراحه، فانا هجرب اعدل في البرومت اكتب له تفاصيل اكتر ونجرب تاني ونشوف. فانا هعمل سيلكت تاني كده على الصوره واعمل جنريت ونشوف المره دي النتيجه تبقى عامله ازاي. مش محتاجه كلام طبعا، الصوره بتنطق.
تمام. شوف الصوره الاولانيه اللي طلعت معايا ودي الصوره الثانيه، والصورتين دول بنفس الموديل، ولكن الفرق في البرومت. وهنا اللي انا عايز اقوله لك انك لما تضيف برومت ضيف فيه تفاصيل اكتر، ضيف انت عايز ايه بالظبط، ما تكتبش حاجات عشوائيه كده وخلاص. يعني هنا مثلا البرومت انا قلت له ضيف المنتج على ستاند او حاجه خشبيه وسما وشمس، ما ضفتلوش تفاصيل كتير. لكن في ده الوضع اختلف تماما، ضفت له تفاصيل اكتر، قلت له ضيف لي شجر ليمون عشان طبعا هنا طعم الليمون زي ما انت شايف، وتضيف لي كمان تاثير دوج اند بيرن، واضاءه الشمس تبقى عامله ريفلكت على المنتج عشان تبقى ظاهره زي ما انت شايف كده، ويحسن من جوده المنتج نفسه. فالبرومت والتفاصيل اللي بتضيفها فيه بتفرق جدا في النتيجه النهائيه. طب انا هجرب معاكم الموديلات الثانيه على نفس المنتج ده ونشوف. هنختار فلوكس الاول، ماشي، واضيف له نفس الكلام تاني واقول له جنريت ونشوف يطلع لنا النتيجه عامله ازاي. طبعا ما فيش وجه مقارنه بين ده وده، ده بصراحه افضل بكتير يعني، مع انه نفس البرومت ولكن ده افضل. طيب نجرب نفس البرومت على فريفلاي ايمج، واعمل سيلكت على الصوره عشان ما انساش واقول له جنريت. طيب هو دلوقتي زي ما انت شايف ضيع لك كل حاجه في الصوره، ما عملش اي حاجه خالص من اللي احنا طالبينها يعني. تمام. طيب انا كده خلصت الفيديو، ولكن من شهرين بالظبط ما كنتش تعرف تعمل الكلام ده على الفوتوشوب. يعني من شهر نزلت فيديو على كنت بضيف سكريبت موديل فلوكس على الفوتوشوب، وكان بيديك كريدت وكان بيطلع فعلا نفس النتائج دي، ولكن كانت بكريدت او كان برصيد ليك مثلا 10 محاولات وبتخلص. ما كانش نانو بنانا كمان، كان موديل فلوكس. اما دلوقتي موديل نانو بنانا اللي هو فعلا حرفيا احسن موديل انا استخدمته في الاي اي وكويس معايا جدا، يكون موجود على الفوتوشوب دلوقتي وتستخدمه بكل السهوله دي، فده حاجه كبيره جدا واحنا رايحين في حته تانية. وزي ما شفت في الفيديو البرومت او الوصف اللي بتكتبه بيفرق معاك جدا، التفاصيل بتفرق. وطبعا مش محتاج اقول لك انك تعمل سبسكرايب على القناه هنا علشان تشوف اخر التحديثات او التطورات اللي بتحصل، ولايك على الفيديو عشان ينتشر ويوصل لناس اكتر علشان غيرك يستفيد. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم كمال وحيد، وسلام.